موعد مباراة منتخب مصر مع المنتخب البرازيلي، المباراة الأخيرة الودية قبل كأس العالم. المباراة تبقى قوية جدا بين المنتخب البرازيلي والمنتخب البرازيلي، بين المنتخب المصري والمنتخب البرازيلي. وطبعا قبل وبرضه مواجهة بين أنشيلوتي وحسام حسن. كمان هنقول لك على التشكيل الأقرب للمنتخب البرازيلي والتشكيل الأقرب للمنتخب المصري بإذن الله. هنتكلم الأول على موعد مباراة منتخب مصر والمنتخب البرازيلي. المباراة إن شاء الله هتبقى يوم 7/6 الساعة 1 صباحا، صباحية يوم 7/6، يعني بإذن الله يوم 6/6 اللي هو يوم السبت بالليل كده، بعد ما استعد الساعة 12 الساعة 1 اللي هو صباحية يوم 7 هتبقى هو دي ميعاد المباراة، عشان بس ما تلفش معاك. يعني هتبقى هو ده الساعة 1 صباحا صباحية يوم 7/6 بإذن الله. هنتكلم برضو على تشكيل المنتخب البرازيلي الأقرب ليه. هو في حراسة المرمى أليسون، حارس ليفربول كله الناس عارفاه. هيبقى 4 في الدفاع، ميليتاو في اليمين اللي هو لاعب ريال مدريد، وجنبه هيجي ماركينيوس لاعب باريس سان جيرمان اللي لسه واخد دوري ابطال اوروبا، وبريمو لاعب يوفنتوس الايطالي، والرابع هيبقى غابرييل اللي هو لاعب الارسنال اللي ضيع ضربة جزاء اللي ضيع الاخيره في نهايه دوري ابطال اوروبا مع الارسنال. 3 خط وسط هيبقى كازاميرو لاعب مانشستر يونايتد واللي كان بيلعب في ريال مدريد قبل كده، وجنبه هيبقى اندرايك لاعب ريال مدريد الشاب اللي مستقبل الجاي في الكرة الأوروبية، وهيبقى جنبه بورنو غيمارايش اللي هو لاعب نيوكاسل يونايتد. 3 في الهجوم هيبقى على اليمين هيبقى رافينيا لاعب برشلونة من أحسن لاعيبة العالم، وفي الشمال هيبقى فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد وبرضه من أحسن لاعيبة العالم. وفي الهجوم هيبقى جابرييل مارتينيلي برضو ده لاعب طبعا مهاجم فريق الارسنال. طبعا التشكيل الاقرب للمنتخب المصري امام المنتخب البرازيلي القوي جدا ده هتبقى في حراسة المرمى مصطفى شوبير، 4 في الدفاع وممكن يبقى 5 كمان. 4 في الدفاع احمد فتوح، وجنبه رامي ربيعة، وهيبقى محمد عبد المنعم ومحمد هاني. دوم هيبقى خط دفاع منتخب مصر. خط الوسط هيبقى مهند لاشين وحمدي فتحي ومروان عطية. دي خط وسط لازم يبقى خط وسط دفاعي بحت طبعا قبل المنتخب البرازيلي طبعا. وكمان ممكن يميل كمان حمدي فتحي للأربعة اللي ورا، يبقوا 5 لعيبة ورا، ويبقى 2 ارتكاز، وبرضه كمان برضه هيبقى 2 ارتكاز و3 في الهجوم. في الهجوم هيبقى تريزيجيه في الشمال، وفي اليمين محمد صلاح، وقدامه عمر مرموش طبعا لاعب مانشستر سيتي. دي هيبقى الأقرب تشكيل لمنتخب مصر. طبعا منتخب مصر بالأغلبية هيلعب أغلبية طول الماتش هيبقى دفاعيا قبل المنتخب البرازيلي. وطبعا حمدي فتحي هيميل أكتر دفاعيا مع ال4 لعيبة اللي ورا، مع وجود مهند لاشين ومروان عطية في خط الوسط، وبرضه هيزيد معاهم برضه تريزيجيه، برضه هيبقى ممكن يبقى مرموش ومحمد صلاح الأقرب اللي هم هيزيدوا، بس طبعا قبل المنتخب البرازيلي القوي جدا طبعا مع وجود رافينيا لاعب برشلونة، وفينيسيوس لاعب فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد، وطبعا المهاجم جابرييل مارتينيلي. وممكن ما يبداش بجابرييل، في لعيبه مهاجمين كتير في المنتخب البرازيلي، فمباراه قويه على المنتخب المصري. انا بقول لك غير مباراه منتخب اسبانيا اللي احنا تعادلنا معاه، بس بقول لك منتخب برازيلي قوي جدا من الفرق المرشحه اللي هو ياخدوا بطوله كاس العالم السنه دي يا جماعه، مع وجود اللعيبه القويه جدا دي. بس ان شاء الله منتخب مصر قدها زي ما عملنا مع ايطاليا وفزنا على ايطاليا في كاس العالم للقارات، وتعادلنا مع اسبانيا، وفزنا على روسيا وفزنا على السعوديه. فباذن الله منتخب مصر هيعمل حاجه.